بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الشعب المصري العظيم، عاشت مصر في الأيام الماضية أوقاتاً حرجة سالت فيها دماء مصرية غالية، وتعرضت فيها منشآت عامة وخاصة لاعتداءات آثمة تسترت وراء التظاهرات النبيلة التي خرج فيها بعض أبناء مصر معبرين عن رأيهم بسلمية في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير المجيدة. ولكن للأسف وجدنا انحرافاً عن سلمية الثورة وسقوطاً لشهداء وجرحى بأيد آثمة تسيء للوطن وتعتدي على أمن المواطنين. فعزائي لكل المصريين لمصابنا الحزين في الأرواح التي أزهقت من أبناء الشعب المصري من المدنيين والشرطة، وأدعو الله للمصابين بالمعافاة والشفاء. وأخص بالتعزية أهالي بورسعيد الباسلة والسويس الصامدة، هؤلاء الذين قادوا كفاح المصريين في أيام صعبة في سنين سابقة تكسرت على صخرة صمودهم كثير من اعتداءات غاشمة، والذين علموا الدنيا والكثير من الأجيال دروبا من الوطنية والتضحية والفداء. إن أحكام القضاء واجبة الاحترام، إن أحكام القضاء واجبة الاحترام منا جميعا، فهي ليست موجهة ضد فئة بعينها، وليست منحازة لأي فئة أخرى. إن التفرقة يجب أن تكون واضحة جلية بين التعبير السلمي عن الرأي وبين العنف والاعتداء الآثم على حياة وممتلكات هذا الشعب المصري العظيم. إن حماية حقوق هذا الشعب واجب أصيل من واجباتي، وإن حق المواطن في الحرية لا ينفصل عن حقه في الأمن والأمان. فحقوق الإنسان منظومة شاملة توازن بين الأمن والحرية. إن ما شهدناه في الأيام الماضية من أعمال عنف واعتداء على المنشآت العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق وإيقاف المواصلات العامة واستخدام للسلاح لهي ممارسات غريبة على الشعب المصري وعلى ثورته. هذه التصرفات لا تمت للثورة المصرية السلمية العظيمة بأي صلة، ولا يمكن تصنيفها إلا خروجاً على القانون وخروجاً على الثورة، بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح. إن الشعب المصري يرفض تلك الأفعال كما يرفض من يدافعون عنها أو يسكتون عن إدانتها. فالمصريون الثائرون الشرفاء
يدينون ويرفضون هذه التصرفات. إن حماية الوطن مسؤولية الجميع، وسنواجه أي تهديد لأمنه بقوة وحسم. سنواجه أي تهديد لأمنه للمواطنين للممتلكات، سنواجهه بقوة وحسم في ظل دولة القانون. وفي هذا السياق فإنني أتوجه لرجال الشرطة بالشكر على الجهود الكبيرة التي بذلوها في الدفاع عن المواطنين وعن مؤسسات الدولة وما زالوا يفعلون. كما أحيي رجال القوات المسلحة على التنفيذ الفوري لما أصدرته من تكليفات إليهم، من شأنها المساهمة الفعالة في حفظ أمن الوطن وتأمين منشآته. وأتابع الإجراءات القانونية التي تجري لتقديم المجرمين للعدالة في أقرب وقت. أتابع ذلك ساعة بساعة. وأصدرت تعليماتي إلى رجال وزارة الداخلية وبكل وضوح بالتعامل بمنتهى الحزم والقوة مع من يعتدي على أمان المواطنين وأرواحهم ومنشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة، من يروعون الناس، من يستخدمون السلاح، من يقطعون الطرق، من يقذفون على الآمنين الحجارة، من يحاولون العدوان على أمن وأمان هذا الوطن. لا بد من التعامل معهم بكل حسم وقوة، لا مجال لتردد في ذلك، ليعلم الجميع أن مؤسسة الدولة في مصر بكل ألوان أطيافها قادرة على حماية هذا الوطن وأبنائه ومؤسساته جميعها. وقد أكدت قبل ذلك كما تعلمون جميعا أنني ضد أي إجراءات استثنائية، ولكنني أكدت أيضا أنني إذا اضطررت سأفعل، وها أنا أفعل، حقنا للدماء وحفظا للأمن ضد مثير الشغب والخارجين على القانون وحماية للمواطنين. فقد قررت بعد الاطلاع على الدستور: 1. إعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية لمدة 30 يوما اعتبارا من بعد منتصف هذه الليلة. 2. يحظر التجوال في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي. وأكرر أنني إذا رأيت الوطن، أبناؤه أو مؤسساته أو الممتلكات العامة والخاصة، إذا رأيت أن ذلك يتعرض لخطر، سأضطر لأكثر من ذلك، سأضطر لفعل أكثر من ذلك من أجل مصلحة مصر. سأفعل هذا واجبي ولن أتردد فيه لحظة. إن الحوار بين أبناء الشعب المصري لا بديل عنه، كما فعلت قبل ذلك ودعوت إليه واستمر كثيرا. هذا الحوار لا بديل عنه، وهو السبيل الوحيد
للعبور بمصر إلى الاستقرار والأمان. ولذلك قررت دعوة قادة ورموز القوى السياسية للحوار غدا حول الموقف الراهن وتحديد محاور وآليات الحوار، وسيصدر بيان رئاسي تفصيلي بهذا الشأن الليلة إن شاء الله. لا رجعة عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنة وإعمال القانون والعدالة الاجتماعية التي أسست لها ثورة 25 يناير، وكل ثقة أن المستقبل سيحمل لمصر والمصريين كل تقدم وازدهار يستحقه هذا الوطن، يستحق هذا الوطن وأهله الخير الكثير، وإن شاء الله نحن جميعا ماضون في ذلك وإلى ذلك. حفظ الله مصر وجعلها أمنا وأمانا لأهلها وللعالم أجمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.